إنجازكم عم أرجاء المحافظات بهجة وسرورا، وكنتم خير ممثل لوطنكم في المحفل الخارجي. بهذه الكلمات هنأ الرئيس القائد عيدروس الزبيدي طاقم المنتخب الوطني للناشئين المتوج بالمركز الأول لبطولة غرب آسيا العاشرة للمرة الثانية، التي احتضنت منافساتها مدينة صلالة العمانية. خلال الاستقبال الرسمي لوفد المنتخب الوطني الذي حضرته عدد من الشخصيات الرياضية والسياسية بالمجلس الانتقالي ووزارة الشباب والرياضة، بارك الرئيس الزبيدي لبعثة المنتخب الوطني الإنجاز الكبير الذي تحقق، مشيدا بجهود جميع من ساهموا في وصول المنتخب إلى منصة التتويج دون استثناء. الرئيس الزبيدي طالب وفد المنتخب بالاستمرار في العطاء الرياضي والابتعاد عن كل ما يضر بموهبتهم سواء على المستوى البدني أو المعنوي، لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في البطولات الكروية القادمة، ومؤكدا دعمه الكامل لبعثة المنتخب ولجميع شباب ورياضيي الوطن بمختلف مشاربهم بعيدا عن أي انتماءات سياسية، لما تحمله الرياضة من قيم ورسائل نبيلة تتعدى مفهوم الربح والخسارة. في ختام اللقاء وجه الرئيس الزبيدي بتكريم كافة أفراد البعثة بصورة تليق بالإنجاز الكروي الذي حققوه على المستوى الإقليمي، وتحفيزا لهم لتحقيق نتائج أكبر في الاستحقاقات الكروية القادمة على المستوى القاري. رئاسة بعثة المنتخب الوطني ثمنت من جانبها حرص الرئيس الزبيدي على استقبال أفراد البعثة، وبما حظي به أفراد البعثة من تكريم خاص من سيادته، مثمنين دعمه المستمر للشباب والرياضيين في مختلف المجالات. يأتي ذلك التكريم عقب استقبال شعبي حاشد لبعثة المنتخب الوطني في مختلف شوارع العاصمة عدن، والتي رفعت من خلالها أعلام دولة الجنوب وهتافات تحيي بطولات المنتخب الوطني والإنجاز المجيد هذا.